فضيحة البث المباشر حين يسقط إعلام التضليل على أرض الحقيقة. ستتواصل الانزلاقات المهنية لبعض المنابر الإعلامية الجزائرية، وهذه المرة خارج حدود الاستوديوهات المغلقة، حيث انتقل الارتباك من خطاب موجه إلى الداخل إلى بث مباشر مكشوف أمام أنظار الرأي العام القاري والدولي على هامش منافسات كأس إفريقيا للأمم المقامة حاليا بالمملكة المغربية. فبعد الجدل الواسع الذي أثارته سابقا قناة النهار، وجدت قناة الهداف الجزائرية نفسها في قلب فضيحة إعلامية جديدة عقب تداول مقطع موثق يظهر مراسل القناة وهو يوجه أحد المشجعين خلال بث مباشر محاولا دفعه إلى اتهام الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف بسوء تدبير ملف تذاكر المباريات. الواقعة التي التقطتها الكاميرات بوضوح كشفت إصرار المراسل على توجيه الخطاب بدل نقله، في خرق صريح لأبسط قواعد العمل الصحفي التي تقوم على الشياد ونقل الوقائع كما هي. والأخطر في المشهد أن أحد المشجعين تساءل بشكل مباشر عما إذا كان المطلوب توجيه الاتهام إلى السلطات المغربية، قبل أن يأتيه الرد بالإيماء الواضح: قل فقط الكاف. هذا المشهد لم يكن مجرد زلة مهنية عابرة، بل مثل دليلا صريحا على أسلوب قائم على التلقين وتوجيه الرأي العام ومحاولة تصدير روايات جاهزة بدل البحث عن الحقيقة، وهو ما يتناقض كليا مع الواقع الذي عاينه آلاف المشجعين والإعلاميين القادمين من مختلف الدول الإفريقية، والذين أشادوا بالتنظيم والبنية التحتية وسلاسة الولوج إلى الملاعب، فضلا عن الأجواء الاحتفالية التي طبعت البطولة. وتأتي هذه الواقعة في سياق حساس، حيث تحظى النسخة الحالية من كأس إفريقيا بإشادة واسعة من مسؤولي الكاف ووفود المنتخبات المشاركة، باعتبارها من أكثر الدورات تنظيما على مستوى القارة، وهو ما يجعل محاولات التشويش الإعلامي تصطدم مباشرة بمعاينة ميدانية تناقض الخطاب المروج. إن تكرار مثل هذه السقطات يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصداقية بعض المنابر الإعلامية، ويؤكد أن الاقتراب من أرض الواقع حين يكون مخالفا للسردية المسبقة يؤدي في كثير من الأحيان إلى سقوط الأقنعة أمام عدسات لا ترحم. فالإعلام حين يتخلى عن المهنية يتحول من ناقل للخبر إلى صانع للأزمة، ومن شاهد على الحقيقة إلى طرف في التضليل. وفي زمن البث المباشر وانتشار المنصات الرقمية لم يعد من السهل تمرير الخطاب الموجه، إذ سرعان ما تتحول لحظات الارتباك إلى وثائق دامغة تفضح الممارسة وتضع الجمهور أمام صورة أوضح لما يجري خلف الكواليس، وهي رسالة تؤكد أن الحقيقة مهما حوربت تجد طريقها دائما إلى العلن. المغرب وكأس إفريقيا. التنظيم الرائع يواجه انتقادات مدرب جنوب إفريقيا البلجيكي. المغرب وكأس إفريقيا. التنظيم الرائع يواجه انتقادات مدرب جنوب إفريقيا البلجيكي ليشوش على الحدث ويشكك في تنظيم البطولة بعد مباراة فريقه. وصف بروس تنظيم المغرب بأنه غير ملائم، محاولا تغطية فشل فريقه في إدارة المباراة، متجاهلا الأداء القوي والتنظيم المتميز الذي أبداه المنتخب المصري رغم النقص العددي. وأكد خبراء ومتابعون أن ما أثار حفيظة بروس كان الدعم الكبير والصادق الذي تلقيه مصر من الجماهير المغربية في ملعب أدرار. وجاءت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي لتوضح أن الجماهير المغربية لعبت دورها بشكل طبيعي وراقي، حيث كتب أحد المستخدمين: شعب المغرب شعب راق جدا، الناس دخلت تشجع باحترام، عاشت مصر والمغرب إخوة وحبايب. أما بروس وفق بعض التحليلات
فقد ولد لديه شعور بالحقد تجاه المغرب بعد رفضه فرصة تدريب المنتخب المغربي في وقت سابق، وهو ما يفسر هجومه المتكرر على البطولة وجمهورها. البعض ذهب أبعد من ذلك، معتبرا أن البلجيكي رغم أصوله الأوروبية تربى على أجواء جنوب إفريقية تعادي المغرب تاريخيا، وأن تصريحاته جاءت أيضا نتيجة ضغوط خارجية ومحاولات لإرضاء أطراف معادية للمغرب. في المقابل، أثبت المغرب مرة أخرى أنه أصبح منافسا قويا على تنظيم كبريات التظاهرات العالمية، وأن إدارته للبطولة تجسد صورة حديثة لقارة إفريقية بعيدة عن الأنماط الاستعمارية القديمة، حيث لم يعد للسلطات الأجنبية دور في التشكيك في قدرات الدول الإفريقية على التنظيم والتميز. وتجدر الإشارة إلى أن مدرب جنوب إفريقيا لم يكتفي بتوجيه الانتقادات، بل حاول تصوير الأجواء الاحتفالية للجماهير المغربية على أنها تهديد لأمن زوجته، وهو ما اعتبره المغاربة تبريرا ضعيفا للهزيمة. فقد أثبتت التجربة أن التشجيع الجماهيري كان في مستوى الأخوة والمساندة الرياضية الصادقة، وأن الانتقادات التي صدرت من بروس تعكس أكثر مرارة الهزيمة والرغبة في إيجاد أعذار خارج أرض الملعب. ختاما، يبرز موقف الجماهير المغربية واحترافية تنظيم البطولة رسالة واضحة: إفريقيا الحديثة بقيادة المغرب قادرة على منافسة العالم في أكبر الأحداث الرياضية، وأن النجاح لا يحتاج إلى استرضاء من ينتقد دون أساس، بل إلى العمل الجاد والروح الرياضية الصادقة. مشهد غير مسبوق في دور المجموعات حين يتحول التنظيم إلى رسالة قارية. في مشهد نادر الحدوث في تاريخ كأس إفريقيا، خطفت مباريات دور المجموعات الأضواء بزخم جماهيري وتنظيمي استثنائي، رغم أنها لا تخص المنتخب المضيف بشكل مباشر. سؤال مشروع فرض نفسه بقوة: هل سبق أن شاهدنا هذا الحضور الكثيف وهذا المستوى العالي من التنظيم في مباراة بدور المجموعات لا يكون فيها صاحب الأرض طرفا أساسيا؟ الجواب جاء من المدرجات، ومن تفاصيل الصورة، ومن الانطباعات التي نقلتها عدسات العالم. المغرب يقدم درسا قاريا متكامل الأركان في التنظيم والاحتفاء بكرة القدم. منذ صافرة الانطلاق الأولى بدا واضحا أن نسخة كأس إفريقيا 2025 تلعب بروح مختلفة، بنية تحتية متطورة تشهد على سنوات من العمل والاستثمار، ملاعب بمعايير عالمية لا تقل جودة عن أكبر المسارح الكروية الدولية، أرضيات وعشب في أعلى المستويات التقنية، وتنظيم لوجستي محكم يضمن سلاسة التنقل، راحة المنتخبات، وأمن الجماهير. كل تفصيلة وضعت في مكانها الصحيح لتكون التجربة الكروية مكتملة من الباب إلى المدرج. لكن المشهد لا يكتمل دون الحديث عن الجماهير المغربية، العنصر الحاسم في هذه المعادلة. جماهير عاشقة لكرة القدم قبل كل شيء، تحضر بكثافة، تشجع بحماس، وتحترم المنافس، فتصنع الفرجة أينما حلت المباريات، بغض النظر عن هوية المنتخبات المتواجهة. مدرجات نابضة بالحياة، ألوان إفريقية متعددة، وأهازيج تختلط فيها اللهجات واللغات، في لوحة إنسانية تؤكد أن كرة القدم تدار باحتراف، تتحول إلى جسر بين الشعوب. كل المؤشرات تؤكد أننا أمام نسخة استثنائية من كأس إفريقيا 2025، نسخة لا تكتفي بتقديم مباريات قوية داخل المستطيل الأخضر، بل تعيد تعريف متعة الكرة الإفريقية خارج خطوط التماس. جودة الإخراج التلفزي، احترام توقيت المباريات، التنظيم الإعلامي، وتفاعل الجماهير، كلها عناصر تضع هذه البطولة في مصاف التظاهرات الكبرى،
وتؤسس لمرجع جديد في معايير الجودة القارية. لقد نجح المغرب في تقديم نموذج عملي لما يمكن أن تكون عليه البطولات الإفريقية عندما تتوفر الرؤية، الإرادة والاستثمار طويل المدى. نموذج يؤكد أن إفريقيا قادرة على تنظيم بطولات تضاهي الأفضل عالميا، وأن كرة القدم في القارة السمراء تستحق أن تقدم في أبهى صورها. إنها بطولة تلعب بكل التفاصيل، وبتنظيم يحترم، وبفرجة تمتع، وبقلب مغربي نابض جعل من دور المجموعات حدثا يحكى عنه، لا مجرد محطة عابرة في رزنامة المنافسة.